يسعد صباحكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. واليوم حابة اعمل محشي بلبن. كل بلد بيقولوله يعني اسم، فنحن بحلب بيقولوله محشي بلبن، وكتير كتير طيب، بنصحكم تجربوه. وبسم الله نبدأ. واول شي بحط 2.5 كاس من الرز، نقعتن، واذا بتنقعون قبل ب3 ساعات الرز بطلع كتير كتير مفلفل وكتير طيب. هون عندي الكوسة، انا نظفته وغسلته كتير منيح، هلا عم بحفره. في كتير بنات مبتدئين وما بيعرفوا يحفروا الكوسة، فانا بنصحكم انه تحطوا الكوسة، يعني تم الكوسة بحطوا له ملح، فبطرى معكم لما بتجوا بتحفروه. يعني كل سهولة انه بنحفر معكم، عرفتوا؟ مشان ما يتكسر. وعندي هون انا 3 قطع من اللحمة حاطتهم، حطيت لهم شوي توم، وحطيت كمان ورق غار وشوية ملح. هون بعد ما صفيت الرز كمان شايفين حطيت شوي نعناع للحمة، وهذا الشي على حسب الرغبة. في عالم بحطوا بهار، في عالم بحطوا آه ممكن كمون، فأنا بحط بس شوية نعناع. هون حطيت معلقة من النعناع ومعلقة من البهار اللي 7 بهارات اسمها، ومعلقة من الملح، وهذا الشي على حسب الرغبة، إذا كيف تحبوا انتو الملح. وعندي كيلو من اللحمة، عندي اللحمة هون يعني مدهنة تقريبا، يعني نص لحمة ونص دهنة. وحطيت توم، إذا عندكم توم مهروس كتير بطلع أطيب، بس أنا هذا الموجود عندي فحطيت هذا. وحطيت تقريبا نص معلقة صغيرة من دبس بندورة أو ميت فرنجي، اشتوا انتو كل واحد وبلد. حطيت شوية زيت زيتون وشوية سمنة. وهون هيك مثل ما شفتوا حركته. وهلا بدي احشي الكوسة. والكوساي ما تحشوها يعني كامل، احشوها بس نص، وهيك دقوها مثل ما شايفين مشان تاخد راحة الكوساي ومن يعني جوا الرز، عرفتوا؟ فبطلع معكم مفلفل وكتير طيب. وبتمنى يعجبكم هيك فيديوهاتي يا صبايا، انه عم بنزلكم طبخ، ومثل ما قلت لكم انه ما عاد اقدر انه حاليا لفترة معينة انه انزلكم روتينات بالبيت، فراح انزلكم بس طبخات. خليلي قلبكم، بعرف انه ما بتقصروا، والله يسعدكم يا رب ويوفق الجميع. هون حطيت توم بعد ما طبقت الكوسة، وحطيت شوية توم وبس بغمره بالمي. وهون اي صحن عندكم او اي تقالة عندكم تقدروا تحطوها. وهون يا صبايا بعد ما استوى المحشي فحسيت زيادة استوى عندي المحشي. وهون بدي اساوي اللبن اللي بناكله جنب الكوسة. اول شي بحط لبن، وبحط شوية ملح وشوي نعناع، وبحط له كمان توم. وهذا الشي مثل ما قلت لكم على حسب الرغبة، اذا انتو بتحبوا التوم كتير او قليل او النعناع، فهذا الشي انتو بتذوقوه بتشوفوا. انا ما كترت كتير توم لانه زوجي ما بياكل توم كتير. بس وبحركهم هيك شوي، وبحط شوية مي بعدين.
معكم، شفتوا استوى المحشي فقلت بدي هيك ادوقه معكم قبل ما اجهز السفرة. شايفين شي بشهي يا صبايا، ومثل ما قلت لكم انا استوى شوي معي يعني زيادة، فهيك تشقشق شوي منه. ومعلش هيك يعني خلف الكواليس المحشي كان كتير كتير سخن وانا عم بمسكه فايدي احترقوا، بس مو مشكلة فداكن. والله كتير كتير طيب، بنصحكم تجربوه وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وشكرا كتير لكم، الله يسعدكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد مني. ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد.